هنايا 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، وعندي علبه ديال ياغورت بنكهه الفانيلا. من الاحسن البنات يكون هاد النوعيه هذه اللي تيكون عاقد هكا، ما يكونش هذاك اللي كيكون جاري. هذا كيساعدنا باش الريب ديالنا دغيا كيعقد. عندي اطر ديال الحليب و ساشي ديال الفاني اللي وزن 7 غرام. وهنايا غادي نكه النص ديال الريب. غادي نكهو بنكهه البرتقال، اختيار ليا اللي ما بغاش ما ينكهش بشي نكهه اخرى. ولا الا بغيتو ممكن تنكهو باي نكهه، الفريز ولا البنان، اي نكهه كتبغيوها. صافي نبداو على بركه الله. غادي نديرو اطرو ديال الحليب كله، نكبوه في كاسرونه بحال هكا. كنزيد دوك 2 معالق ديال سكر سنيده وكنكه بالفانيلا. صافي غادي نحرك هاد الحليب هذا مع السكر سنيده ومع الفاني. غادي نخليوهم على النار حتى يفيض ليا الحليب. ضروري يفيض الحليب يا البنات، ضروري. من بعد عاد باش غادي نديرو ليه الياغورت. صافي ونخلطوه. المهم بقاو معايا حتى تشوفوا الطريقه. ها هو الحليب البنات راه قرب يفيض، ما بقى عليه والو. صافي ها هو فاض، طفيت عليه. دابا غادي نخليوه حتى يبرد، ماشي برد تماما، نخليوه غير تيدفى. صافي ها هو الحليب راه فاض. دابا غادي نخليوه حتى يدفى تماما، ماشي نخليوه حتى يبرد، وانما غير يكون دافي واحد شويه. صافي من بعد كنضيفوا ليه داك الياغورت. ملي كيدفى البنات ضروري كنحيدو ليه ديك الرغوه اللي كتكون الفوق، ضروري كنحيدوها بحال هكا. الحليب صافي ها هو راه دفى، تسنيت عليه انا حتى دفى ليا مزيان. دابا غادي نزيدو داك الياغورت وغادي نحاول نحرك مزيان ونتاكد باللي راه داك الياغورت راه داب ليا في وسط من الحليب. صافي يا البنات هذاك الياغورت راه داب معايا مزيان في الحليب. صافي تاكدت بانه راه داب. هنايا عندي شي زليفات درتهم هنايا، ممكن انكم نتوما ديروا الكيسان. ضروري كتفرشوا ليهم شي منديل، ضروري باش كيختمروا معكم مزيان كيدفاو. دابا غادي نعمر هذوك الزليفات. هاد الزليفات البنات راه كيوزنوا اكثر من الزليفات، راه عمرتهم. دابا غادي نكه هاد الحليب هذا اللي تبقى ليا، غادي نكهو بشويه ديال النكهه ديال البرتقال. غادي ندير 4 معالق ونشوف. تقريبا درت نص معلقه صغيره. صافي دابا هادو هما الزليفات ديالنا كلهم عمرتهم. غادي نحاول انني ندير عليهم البلاستيك الغذائي. ضروري من البلاستيك الغذائي يا البنات هكا باش ما كتكونش ديك القشره من الفوق. الزليفات صافي ها هما راه غطيتهم بالبلاستيك الغذائي. صافي دابا غادي نولي نغطيهم بشي حاجه، شي فوطه تكون غليظه ولا شي توب يكون غليظ ضروري، ونغطي عليهم هكا ونحطهم في شي بلاصه. بحال هكا نخليهم حتى الغد لي في الصباح. دابا انا العشيه فاش صوبت هذا الريب هذا غادي نتسنى عليه حتى الغد لي في الصباح ان شاء الله. ما غادي نديرو لا في الفران لا في الكوكوت، فقط انني غادي نغطيه بحال هكا ونصبر عليه حتى الغد ليه ان شاء الله.